حصانه، ما كاينش الحصانه في هذا الموضوع هذا. باش نكونوا حاسمين، جلاله الملك بحكم السلطات التي تملكها دستوريا من عليهم بعفوه، هذاك شغله. جلالة الملك يعفو عن العقوبة بقرار منه، هذه سلطاته. دبر راسه، هو اللي ياخذ القرار اللي كيشوفه. كيفاش شغلوا هذا يدبر راسه؟ قد جلاله الملك مراد شغلوا هذا يدبر راسه. الشريف راه مصطفى كان شغلوا هذا. راه كاع ما مرض. مصطفى كانت ليا براسه. راه حاجته مزيانه كاع ما يضيعها على الامه المغربيه. اللي يجيب الاخر وزير الذي ينبغي ان يقتدى به. يخلط عملا صالحا واخر سيئا. شغل التعاريف. جلاله الملك يدبر راسه. جلاله الملك شغلوا هذا. هل هذا خطاب ينبغي ان يقوله مواطن طبعا، ان يقوله وزير هو خدام عند هذا اللي كيقول له شغلوا هذا يدبر راسه؟ هل هذا الى هذا المستوى وصلنا؟ وانت مالك شغلك شغلي هذا، لانك تؤذينا بعد ان اذيتنا في ديننا، اليوم تؤذينا في الاحترام الذي بيننا وبين اميرنا. انت مجرد وزير بقيت لك 6 شهور ولا شهرين وتمشي بحالك، وفي الحقيقه راه لا مكان للذين لا يحترمون امير البلد، وهذا يمليه علينا ديننا ويمليه علينا شرعنا وتقاليدنا المغربيه. مريض ربي اللي عالم به، ورغم ذلك يؤدي واجبه بكل شفان وبكل اخلاص. ها هو يستقبل الرئيس ماكرون ربي اللي عالم به، وهو يستقبل رئيس موريتانيا، وهو مهرسي يديه وغادي للامارات. راه النبي صلى الله عليه وسلم قالنا انزلوا الناس منازلهم. لو درتيها المره الاولى قلنا دلت لسان، والمره الثانيه عاوتاني وباسلوب اسوء من الاول. كما يقول التستوري: لا زال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فان عظموا السلطان والعلماء كانوا بخير في دنياهم واخرتهم، وان استخفوا بهما كانوا على شر في دنياهم واخرتهم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان من اكرام الله اكرام للسلطان المقسط العادل. وراه من عدله انك من غلطتي المره الاولى ما هضروش معاك، والمره الثانيه راه هذا راه ما فوق العدل، هذا التغاضي، وهذا راه العفو، وهذا راه السطح الذي فات الحدود. سبحان الله، عاده الله عز وجل معلومه في من يهين العلماء ولا يوقر السلطان، لان السلطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظل الله في الارض، من اكرمه اكرمه الله، ومن اهانه اخزاه الله. وهل من اكرام في السلطان ان تخاطبه شغلوا هذاك يدبر راسو؟ هذيك الكلمه اللي تقدر تقولها الباترون ديالك، تقول شغلك هذاك دبر راسك. لا انا اقصد حنا مغاربه عارفين شغلك هذاك دبر راسك، عارفين حتى نقولوها. ملي تكونوا ما نهتمنيش بشي واحد، وملي تكونوا حنا كنقللوا الحياه على شي واحد، وملي تكونوا حنا تنحب راسنا حنا هما الواعرين. ماشي شغلي انا شغلوا هذاك يدبر راسو، حيت انت واعر ما تهمك حتى واحد. معاذ يقول النبي عليه الصلاه والسلام: 5 من فعلهن كان ضامنا على الله، اي ضمن الله له الجنه. منها اذا كلم الامير او دخل عنده وقره وعظمه. حتى في كلامه. وإذا درتي انت هكا اللي قل منك شحال يدير؟ هذا هو السؤال. انت تؤذينا في احترامنا لولي امرنا، انت تؤذينا ما عهدنا احدا يخاطبه بهذا، حتى اعداؤه. واليوم من بني جدتنا من يتكلم بهذه الطريقه. اسمح لي، يجب اعاده النظر في هذا المستوى الخطابي وهذا المستوى الحواري. وانا عجيب كيف يمرر لمثل هذا الكلام. اسمح لي الله يخليك.